لقطات وصور للفنانين قبل الشهرة. شيرين عبد الوهاب بترقص في فرح شعبي، وباشا مصر كومبارس، ونمبر 1 مفاجأة. أكيد كلنا شكلنا اتغير لما كبرنا، وده نفس الحال للفنانين والمشاهير، خصوصا اللي عملوا عمليات تجميل أو زرع شعر. هنشوف في الفيديو ده فيديوهات كتير ولقطات لمشاهير قبل الشهرة بيتمنوا ان هم يمسحوا اللقطات والفيديوهات دي من على السوشيال ميديا. اول فنانة معانا المطربة شيرين عبد الوهاب، واللي ظهرت في اول حياتها الفنية كمطربة في الافراح الشعبية، وكانت مسمية نفسها المطربة سمراء الجمل. شيرين عبد الوهاب كمان ظهرت في فرح شعبي مع المطرب أحمد سعد وأخوه عمرو سعد في فرح شعبي، وكانت لابسة عباية سودة وقعدت مع أهل أحمد سعد، وبعد شوية طلعت على المسرح مع المغنيين اللي كانوا موجودين في الفرح الشعبي. المطربة اللي بعد كده معانا الفنانة هيفاء وهبي. برنامج أحوال القرى إنه برنامج كتير حلو، بيساعد على معرفة طبعا مثل العنوان اسم على، واللي فيه برنامج استضافها في قناة سورية عام 1991، وكانت ملامحها مختلفة تماما زي ما انتوا شايفين، بس هي نفس الصوت لكن الملامح كانت مختلفة. الفنان اللي معانا بعد كده الفنان أمير كرارة، واللي ظهر كموديل صامت في كليب الفنانة الجميلة سميرة سعيد. متخيلين؟ في أغنية روحي في محبوبي سنة 1999. وما كانش في دماغه ان هو هيكون من اشهر الفنانين المصريين الموجودين في الساحة. زي ما انتوا شايفين في الكليب كان شكله مختلف وما عندهوش عضلات زي قبل كده، وكمان طلع كومبارس صامت في فيلم الفنان أشرف عبد الباقي أشيك واحد في روكسي. الفنان اللي معانا بعد كده الفنان نمبر 1 محمد رمضان، واللي بدأ مسيرته الفنية بتقليد الفنانين، وكان بيعرف نفسه بيقول أنا اسمي محمد رمضان وموهبتي التمثيل، وحاصل على جايزة أحسن ممثل في الجمهورية في مدرستي لمدة 3 سنين متتالي. وكان بيحاول يدخل التمثيل من أي باب من الأبواب، وبدأ سنة 2004 بتقليد الفنانين والممثلين. عايزين يشيلوا النسر من على علم مصر ويحطوا مكانه كتكوت. كان زمان دلوقتي الشرطه في خدمه البط، وبدل ما يجيلنا في المعونه قمح يجيلنا تشيشه. الفنان اللي معانا بعد كده هو المطرب محمد حماقي، واللي بيعتبر في الوقت الحالي واحد من انجح الفنانين والمطربين في مصر وفي الوطن العربي كمان. والفترة اللي فاتت اشتهر ليه فيديو على السوشيال ميديا، كان في حفلة مصطفى قمر، وكان الفنان محمد حماقي في فريق الكورال اللي بيغني ورا الفنان مصطفى قمر، وكان شكله مختلف وكان أدخن، لدرجة ان انتوا ممكن لما تشوفوا الفيديو ده ما تعرفوش ان هو الفنان محمد حماقي، كان وزنه أزيد شوية كتير عن دلوقتي. الفنان اللي بعد كده معانا هو الفنان خالد سرحان، واللي ظهر في الشارع في برنامج كلام من ذهب بالصدفة البحتة قبل الشهرة، وكان مقدم البرنامج بيسأله سؤال حاجة ناخد منها تزيد ونزودها تنقص. خالد سرحان حاول يجاوب، وبعدين لما زهق راح قال له انا عايزه اقول لك حاجه، انا اصلا غبي. ومن ساعتها السوشيال ميديا اتقلبت، وبدات تنزل صور خالد سرحان بخفه دمه اللي هو معروف بيها. وبعدها الفنان خالد سرحان نزل على صفحته على حسابه على الفيسبوك بيقول سبحان الله، الفيديو المنتشر على السوشيال ميديا الراجل اللي موجود فيه نفس شكلي، وكمان سبحان الله نفس صوتي. الفنانة اللي بعد كده معانا الفنانة دنيا سمير غانم وإيمي سمير غانم، زي ما انتوا شايفين شكلهم كان جميل وصغنن، وتحديدا في سنة 1997 على قناة ART لو تفتكروها، مع الفنانة والإعلامية هالة سرحان، واللي استضافهم الفنان خالد نبوي.
واستضاف كمان معاهم الفنانة دلال عبد العزيز والدتهم، وكان إيمي سمير غانم ودنيا سمير غانم صغيرين جدا في السن، وكان لسه الجمهور ما يعرفهمش، وكان أول مرة يظهروا ويطلعوا على المسرح. وسألهم الفنان خالد النبوي عدة أسئلة، وقالت دنيا سمير غانم إنها بتحب اللون الأسود لأنه شيك وروش، أما إيمي فكانت طالعة مكسوفة جدا جدا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني بلايك وتشتركوا في القناة علشان يوصلكوا كل الفيديوهات الجديدة.